الست دي كانت خلاص هتكسب في مسابقة طبخ، لكن فجأة قلبت الطبق اللي كانت محضراه بعناية. الحكام اتهموها إنها بتقلل من احترام المسابقة، لكن بسرعة مسكت معلقة وفركتها في قطعة تلج. حركتها الغريبة عملت ضجة كبيرة وسط الناس، بس محدش كان يعرف إن الست دي اتولدت من جديد. في حياتها اللي فاتت كانت هي أول واحدة اخترعت نوع جديد من الأكل، لكن صاحبتها عملت نفس الطبق بالظبط، والأسوأ إن صاحبتها اتهمتها بالسرقة. وقتها دفاها ما كانش ليه أي تأثير، والكارثة إن حبيبها واقف مع صاحبتها ضدها. ساعتها فهمت إن كل ده كان فخ معمول لها منهم هما الاتنين قدام الصحفيين، وقعت في فضيحة كبيرة واتصدمت لدرجة إنها انهارت. يمكن ربنا حن عليها ورجعها للحظة اللي قبل ما تبدأ المسابقة. الست حلفت إنها مش هتتظلم تاني. أول حاجة عملتها إنها سابت حبيبها الخاين. المرة دي اختارت مكوناتها بعناية أكبر، قررت تعمل معجنات بسيطة، لكن حبيبها سرق منها الخميرة. كان فاكر إنها من غير المكون ده هتستسلم. ولما بدأت المسابقة حبيبها قعد يضرب العجين بقبضته. الناس اتفرجت عليه باستغراب. الست وضحت إن المعجنات محتاجة فن ومهارة مش قوة، لكن حبيبها عمل معجنات بشكل برتقال. مش بس شكلها كان شبه الفاكهة الحقيقية، كمان طعمها كان قريب جدا، وابتدى يتفاخر قدام الكل وقال إنه يقدر يخلي المعجنات على شكل سمك تتحرك كأنها حقيقية. لكن كل الأفكار دي أصلاً كانت من عند الست. قررت تفضحه بنفس الطريقة، وفعلاً المعجنات اللي عملها بشكل سمكة اتحركت قدام الناس كأنها عايشة. الجمهور اتبهر واعتبروها معجزة، والمتسابقين التانيين حسوا بالخجل، بس الست قررت تتحداه. صاحبتها سخرت منها وقالت لها إنها حتى مش معاها خميرة، لكن المفاجأة إن الست فضلت هادية وقالت إن معجناتها مش محتاجة خميرة أصلاً. الناس ضحكت عليها وقالوا لها تسيب وتستسلم، لكن هي كملت بهدوء. شكلت العجين على هيئة سمكة، لكن شكلها ما كانش شبه السمك خالص. الجمهور افتكر إنها فشلت. حبيبها قرب منها وسخر منها وقال إنها خسرانة. حتى الحكام كانوا هيعلنوا الفايز، لكن فجأة الست طلعت قوة سحرية ضخمة، حطت كل قوتها في العجين، وفي اللحظة اللي بعدها طلعت سمكتين ذهب بيطيروا في الهواء.